السلام عليكم واهلا وسهلا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم ان شاء الله حتكون بسكويت او كوكيز على شكل كرة. شكله حلو بنفس الوقت كلش سهل وبسيط ومشهور وطالع ترند هالايام. كرة القدم بمناسبة كأس العالم 2026. بسكويت كلش سهل وبسيط، ممكن تقدموه ويا الشوكولاتة اذا حبيتوا. هو عبارة عن عجينة بسكويت عادية ونقسمها قسمين، قسم نعوفه بالفانيلا والقسم الثاني نضيف له كاكاو، ويصير عندنا بسكويت بالشوكولاتة. وإن شاء الله تكون مكوناته همين موجودة بكل بيت. مكوناته بسيطة نبدي بيها. عندنا طبعا بيضة بحرارة المطبخ، ونص كوب زبدة أو 125 غرام، كوب سكر مطحون، كوبين طحين متعدد الاستعمالات، وملعقة صغيرة فانيلا. هي هاي المكونات. بالبداية نخلي الزبدة اللي تكون لازم يعني طرية مو باردة، ونضيف لها كوب السكر المطحون ونخلطها. ما تحتاج خلاط ولا خفاقة كهربائية، نخلطها بإيدنا بهذا الشكل إلى أن يصير عندنا مثل الكريمة. بعدها نضيف البيضة، والبيضة هم لازم تكون بحرارة المطبخ حتى تمتزج عندنا كل المكونات، وياهم فانيلا باودر أو فانيلا سائلة اللي متوفر عندكم. بعدها نخلطهم حتى تمتزج عندنا البيضة ويا الزبدة والسكر، وآخر شي نضيف الطحين ورشة ملح. هنا خليت رشة ملح. أقلب هاي المكونات، ما أعجنها هواية حتى لا يصير عندنا البسكويت يابس. مجرد ما يختفي عندنا الطحين يعني نستمر نخلي الطحين إلى أن تخلص عندنا الكمية. طبعا ممكن تحتاجون كمية طحين إضافية، خلوها يمكم يعني حسب حجم البيضة. ممكن تحتاجون طحين بعد. بعدها ورا ما جمعت عندي العجينة قسمتها قسمين. قسم ضفت له ملعقة كبيرة من الكاكاو، وبهذا الشكل دخلت الكاكاو بالعجينة إلى أن صارت عندنا عجينة بسكويت بالشوكولاتة. ويكون عندنا قسم الفانيلا أكبر لأن نحتاجه أكثر بهاي الوصفة. وبعدين نبدأ نشكلهم كرات، نحاول تقريبا نخليهم نفس الحجم. ويكون عندي صينية فرن عليها ورق زبدة حتى أبدي أشكل البسكويت على شكل كرة. ناخذ أول شي الكرة السوداء اللي هو بسكويت الشوكولاتة ونخليها بالنص، وداير ما يدورها نصفط الكرات البيضة أو اللي بالفانيلا. هو بالحقيقة تخلون 5 كرات، يعني تخلون أكثر. أنا حبيت أخلي 6 اليوم حتى يصير عندنا البسكوتة شوية حجمها كبير، فخليت 6 كرات. هي يعني شكل الكرة الحقيقية هي هنا 5 كرات. هنا مثل ما شفتوا خلينا داير ما يدور هاي الكرات البيضة، وبعدها يعني شوفوا الشكل هو يعني كلش مبين. بهاي الفتحات اللي صارت عندكم تخلون الكرات السوداء بهاي الطريقة. حاولوا تكون عندكم الكرات كلها نفس الحجم حتى يطلع عندنا شكل البسكويت مرتب. بهذا الشكل صفطت الكرات، وهمين أكون مسوية كرات بيضة وأبدي أخليهم فوق الكرات البيضة. هاي مثل ما شفتوا بهذا الشكل. مثل ما تلاحظون العجينة كلش حلوة وطرية، بحيث من تضغطون عليها ما تتفطر عندكم، معناها ان العجينة كلش مضبوطة. وان شاء الله همين اني اكتب لكم المكونات بصندوق الوصف. نستمر بهذا الشكل الى نكمل كل العجين اللي موجود عندنا. شوفوا بهذا الشكل تبدون تقربون الكرات مع بعضها وتدوسون عليهم. لا تدوسون زايد، حلوة هيك يعني الكرات هيك باينة لي فوق، لا تخلوها تصير مسطحة زيادة. وجيبوا أي قطعة موجودة عندكم أو كوب أو كاسة، وبهذا الشكل نشيل الزيادة، وصارت عندنا بسكويت كلش حلو. طبعا هاي الزيادة تخلوهم على بعضهم، وبعدين همين تسوون من عندهم. شوفوا شلون شكلها كلش حلو. وخلوا بيناتهم فراغات لأن ممكن ورا ما نخليهم بالفرن ممكن يعني يلزقون ببعضهم. وبعد ما نكمل تشكيل عجينتنا ونسوي البسكوتات الحلوة اللي هي على شكل كرة، طبعا ما يحتاج تدخلوا للثلاجة. صارت عندي الكمية 10، انت ممكن اذا حبيتوا تسووها اصغر صار عندكم 12 وحدة من هذا البسكويت، وتدخلوهم فرن حامي مشتغل من فوق ومن جوا. لا تخلوهم يطولون 10 دقايق ويصير عندنا البسكويت جاهز. اذا طولتوا عليه اكثر ممكن يصير يابس، بس خلوه ياخذ لون خفيف مثل ما اني هنا سويت، ياخذ لون خفيف من الاطراف. قدمت طبعا وياه هنا شوكولاتة، صوص شوكولاتة أنا كنت مسويته. جربوا وإن شاء الله يعجبكم، وألف عافية.